ايه اللي يخلي بلد تعلن يوم اجازة وبلد تانية ترشق قنصلية بالطول؟ دي مش كورة وبس، دي اول معركة في كاس العالم 1930. تخيل نهائي كاس العالم اتلعب بكورتين، كل شوط بكورة مختلفة، والنتيجة حرب في المدرجات، ويوم اتحول لعطلة رسمية في البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أدهم حجازي في ما وراء الخطة، وبداية سلسلة حكايات كأس العالم اللي مش هتمل منها أبدا. بتتواصل الحكايات عن كأس العالم وما بتنتهيش أبدا، وقبل كل بطولة ما بيوقفش الحديث عن ذكريات وتاريخ البطولة الأجمل في العالم. والأمر نفسه بيحصل بداية من دلوقتي قبل انطلاق كأس العالم العام القادم في كندا وأمريكا والمكسيك. دخلت الأوروغواي والأرجنتين التاريخ من أوسع أبوابه كمسجلين لأسمائهم بأول منتخبين وصولا لنهائي كأس العالم في أول نسخة رسمية في التاريخ عام 1930. استضافت الأوروغواي البطولة وقتها، وكانت المباراة النهائية تكرارا لمباراة نهائي أولمبياد أمستردام 1928، واللي انتهت بفوز منتخب الأوروغواي 2-1. المباراة أقيمت يوم الأربعاء 30 يوليو على ملعب سنتيناريو في العاصمة الأوروغوانية مونتفيديو، وتعد هي ونهائي 66 النهائيين الوحيدين في تاريخ نهائيات كأس العالم اللي ما تلعبوش في عطلة نهاية الأسبوع. فتح ملعب سنتيناريو أبوابه أمام الجماهير من الساعة 8 صباحا، قبل 6 ساعات من موعد انطلاق المباراة في الثانية ظهرا. ولكن الجماهير من قبل موعد انطلاق المباراة كانت ملأت الملعب عن آخره. 68346 متفرج حضروا النهائي الأول في تاريخ كأس العالم. والمثير هنا إن كلا الفريقين اختلفوا مين اللي يلعب بالكرة الخاصة. في الوقت ده ما كانش فيه كرة موحدة للبطولة زي ما بيحصل دلوقتي، فقرر الفيفا ان يلعب المنتخب الارجنتيني بالكرة الخاصة بيه في الشوط الاول، ويلعب المنتخب الاوروجواني بالكرة الخاصة بيه في الشوط الثاني. والمفارقة ان الارجنتين انهت الشوط الاول متقدمة 2-1، لكن اختتمت الاوروجواي المباراة بتسجيلها 3 اهداف في الشوط الثاني، وانتهت بنتيجة 4-2. وبكده تكون الأوروغواي هي أول فريق في تاريخ كأس العالم حصدا للقب. بابلو دورادو افتتح التسجيل للأوروغواي في الدقيقة 12، ولكن منتخب الأرجنتين تعادل عن طريق كارلوس بيوزيلي في الدقيقة 20، وبعدها تقدم التانجو عن طريق جوليرمو ستابيلي في الدقيقة 37. لكن منتخب الأوروغواي نجح في تسجيل 3 أهداف في الشوط الثاني في الدقيقة 57 و68 و89 عن طريق خوسيه بيدروسيا وفيكتوريانو سانتوس وهيستوس كاسترو. وقام جول ريميه رئيس الفيفا وقتها بتقديم كأس البطولة للاعبي منتخب الأوروغواي كأول تقديم في تاريخ كأس العالم، واللي أطلق عليها بالمناسبة فيما بعد كأس جول ريمي. في اليوم التالي لتتويج أوروغواي أعلنت الحكومة أن اليوم ده رسميا عطلة وطنية. وبالمناسبة من غير إعلان، الموظفين أصلا ما راحوش أعمالهم ونزلوا الشوارع يحتفلوا بكأس العالم. ومن مونتيفيديو لبوينس إيرس العاصمة الأرجنتينية، هناك اتجمهر بعض الغوغائيين أمام القنصلة الأوروغوانية وقاموا بإلقاء الحجارة عليه. وده إن دل على شيء فيدل على جنون الأرجنتينيين حتى من أكتر من 90 سنة. وكان آخر لاعب حي يشارك في البطولة دي هو فرانشيسكو فالارو، مهاجم الأرجنتين اللي توفى 30 أغسطس 2010 عن عمر يناهز 100 عام. لو عجبك الفيديو يا صديقي ما تنساش تعمل لنا لايك وشير، وتقول لنا في الكومنتات مين اللي توج بكاس العالم 1934. واستنانا في الفيديو اللي جاي عشان تعرف ايه صلة هتلر وموسوليني بكاس العالم 1934 واغرب قصة حصلت في تاريخ كرة القدم.